نفسه قال له عايزك تصلي على حبيبك وتركز في القصة اللي جاية دي. دكتور اسمه الدكتور رامي اسماعيل. الدكتور ده دكتور قلب موجود معانا إلى الآن، شاب عمره 35 أو 40 سنة. بيقول أنا ربنا كرمني وكنت سافرت السعودية قبل كده، فعلى علاقة بمشايخ هناك في المسجد النبوي. فالمهم في أحد العلماء منهم اتصل عليا، هو اللي بيقول اتصل عليا وهو في العشرة الأواخر في رمضان وهو في المسجد النبوي وأنا قاعد في مصر. فبيقول له ازيك يا دكتور رامي، عامل ايه، اخبارك؟ بيساله في استشاره، بيقول له انت فين؟ قال له انا في مصر. قال له ما تيجي تتعشى معانا تفطر معانا؟ قال له انا بقول لك انا في مصر. قال له ما انا بقول لك تعالى اتعشى معانا. قال له انا بقول لك انا بيني وبينك البحر الاحمر. قال له ما هو عبد القادر لو عنده ثقه في القادر ان القادر هيجيبوا المسجد النبوي اقسم بالله هيجي. قال له طب اعمل ايه؟ قال له طب خد عندك. قال له انا فكرت بقى ابعت لي تذكره ولا ابعت لي زياره ولا لا لا لا. قال له صلى على النبي وصدقه سر لحد من قرايبك. بيقول قفلت معاه وقعدت اصلي على النبي، ثقه في الله. عبد القادر عنده ثقه في مين؟ عنده ثقه في القادر ان القادر هيعمل ايه؟ ان هيجيبه مش هيجرب فيه. اوعى تجرب في ربنا. فبقول قعدت اصلي على النبي، تلاقيت امي بترن عليا، شوف ربك بيدبرها ازاي. بتقول له واحده قريبتنا محتاجه فلوس، كانت ايامها التذكره ب 15000 وهو معاهش الا 7000 جنيه. بيقول واحده قريبتنا محتاجه فلوس، قال لها معاها فودافون كاش، قالت له ايوه، قال لها طيب ماشي، بعت له الرقم، بعتت له الرقم، بعت لها 3000 جنيه، فضل معاه 4. بيقول قعدت اصلي على النبي، اصلي على النبي، اصلي على النبي، اصلي على النبي. بيقول واحد بيرن عليا بيقول لي ازيك يا دكتور رامي، عامل ايه؟ انا هبعت لك حاجات على الواتس، خلي بالك من الحاجات ديت وشوفها ورد عليا. فسمع صوت سرينه، قال له انت شغال فين؟ في المطافي؟ قال له لا ده انا شغال في مطار القاهره الدولي. قال له بتعمل ايه هناك؟ قال له انا شغال في الحجوزات. قال له طب بالله عليك ممكن تحجز لي تذكره؟ قال له اه. حجز له التذكره ورد عليه في السؤال اللي كان بيساله له، وقعد يصلي على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. بيقول وهو ماشي في الطريق قام مصور نفسه وقام منزلها على الستوري، على الصفحه، على الفيس. واحد في السعوديه شافها وقف في المطار يستناه، وهقول لك ازاي. طول الطريق عمال يصلي على النبي، يصلى على النبي، يصلى على النبي. وهو في الطريق راح المطار، اصحابه نفسهم بيتصلوا عليه انت فين يا ابني؟ قال لهم انا في المطار. في المطار بتعمل ايه؟ قال لهم انا مسافر راح اعمل عمره. بيقول انا دخلت المطار اتلقيت المسؤول عن السفر بيقول لي انت رايح فين؟ قلت له انا مسافر. حاجز امتى؟ حاجز من ساعه. قال له لا ما ينفعش تسافر، لازم قبل منها بيوم او 2. فبيقولوا انت شغال ايه؟ قال له شغال دكتور. قال له سافرتش انجلترا او اوروبا قبل كده؟ قال له اه. قال لسه جاي تليفون حالا، اي حد سافر بعثه اوروبا ليه من حقه منحه ان هو يسافر في اي وقت هو عايزه. بقول سبحان الله، قعدت اصلي على النبي، اصلي على النبي، اصلي على النبي. بقول ركبت الطياره ورحت السعوديه، اتلقيت الراجل بتاع السعوديه اللي شاف قصتي واقف مستنيني في المطار. قال له انت الدكتور رامي اسماعيل؟ قال له ايوه. قال له انت مين؟ قال له انت كنت من 10 سنين امي كانت تعبت مريضه قلب وانت عالجتها وقلت لازم ارد لك الجميل، فانا هصاحبك في العمره بتاعتك